ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مثل حبايب قلبي. ببقى محتاجة الوحدة، بقى شعور أمان. كنت عايزة أقعد مع نفسي النهاردة. في فرق بين إن أنت تبقى موجود وتبقى عايش. أنا لما جالي سكر أنا كنت في صدمة. في ناس بتخاف من الوحدة. في مشكلة، بقيت لوحدي في مكان معرفش فيه حد. عصير خبرتي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست لا تعلى الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. النهارده الحلقه يعني ارتجاليه بحته، هديكوا عصير خبرتي. كل الناس دايما بتخاف من الوحده وبتخاف تبقى لوحدها، وفي ناس بيبقى الموضوع زياده شويه عندها ودايما بتحب لمه ودايما بتحب ناس حواليها. طبعا ده شيء لذيذ، وجود الناس حوالينا جميل ومطمئن، ولكن زي كل حلقة هقول لكم كل شيء زاد عن حده كده كده بينقلب ضده. أنا يعني شخص بحب الاجتماعية جدا، بحب اللمة قوي، بحب صحابي حواليا، بحب عيلتي، لأن أنا نشأت في عيلة يعني دايما مع بعض وفي تجمعات فيعني تجمعات بالنسبة لي شيء جميل وبيديني شعور لطيف ويديني شعور بالأمان actually. فأنا فجأة في ثالثه ثانوي يشاء القدر ان انا سافرتش بعيد قوي، سافرت القاهره وقعدت في السكن بتاع الجامعه مع ناس انا معرفهاش. فجاه بعد ما كنت وسط اهلي وناسي وقرايبي بقيت لوحدي في مكان معرفش فيه حد. وانا برضو مش شخص بحب اللمه الكدابه حواليا، بحب كل الحاجات اللذيذه دي. انا الناس بتوعي معروفين، اصحابي معروفين، عندي معارف، عندي اصدقاء، ولكن القريبين معروفين، ماليش في اللمه الكدابه. فلما سافرت كان بالنسبه لي حاجه غريبه، شعور موحش، شعور لترلي بالغربه مع ان انا في مصر عادي. كنت ساعات اعيط، كنت بنزل لاهلي بسافر لهم كل اسبوعين. ساعات كنت لما الاقي حد مسافر وسفر سهل اسافر معه على طول. فجأة حسيت بعدم الاستقرار، أنا رايحة جاية. ففجأة يعني subconsciously كده في الأوضة عندي كأني عملت لنفسي عالم خاص بيا. بدأت أجيب حاجات بحبها، اشتري أضواء معينة، اشتري تابلوهات معينة، الكتب بتاعتي، المكتب خليته شبهي، الركن بتاعي في الأوضة خليته اللي يدخل يقول ايه ده مكان سارة صح. وده بجد اللي كان بيحصل. بقيت أحب المكان ده جدا، وبقيت أحس إن المكان ده هو مكان الكرياتيفيتي بتاعتي، والمكان اللي بقدر أبدع فيه، والمكان اللي بقدر أبقى فيه شبه نفسي. بقيت أعمل مود معين للقهوة، مود معين للفطار والشاي، مود معين إن أنا أقرأ كتاب، إن أنا أذاكر، إن أنا أعمل فيديوهات. فالمكان ده بعد ما كان مكان موحش ومكان غربة ووحدة بالنسبة لي، بقى هو ده مكاني. عارفين هو المكان اللي شبهي، انا اللي عاملاه بايدي، انا اللي حاطه فيه كل حاجه. في لما عروسه تبقى متجوزه جديد وتعمل بيتها فتحس ان ايه ده، المكان ده شبهي، انا عملت كده ولكن في الركن بتاعي في الاوضه. الوقت اللي هو بيبقى وحده بالنسبه لي اللي هو الايام اللي مبقاش فيها صحاب ولا اهل ولا اي حاجه، مجرد كولز، بقت الايام الهاديه الرايقه بالنسبه لي، اللي بعرف اطلع فيها المهارات بتاعتي، اعرف اعمل فيها الحاجات اللي انا بحبها واطلع فيها حاجات حلوة، حاجات بتشبهني وحاجات بتفيدني لقدام. بفصل بجد، انا بفصل عن العالم. وبقيت اللي هو لو في يوم انا قررت النهارده هقعد اليوم كله وخططت في مخي ان انا خلاص هفطر واشرب قهوتي، هقعد اقرا كتاب وهعمل سكريبت فيديو وهعمل مش عارف ايه، كل ده بكلمكم على وقت الجامعه، وهذاكر، وجات لي خروجه فجاه حتى لو مع حد بحبه، بحس انه كنت عايزه اقعد مع نفسي النهارده، اللي هو يا ربي لسه هقعد بكره مع نفسي. والله بجد مش مجنونه، بس بجد ان الواحد يقعد مع نفسه ده اسمى وارقى انواع الاختلاء بالنفس. الاختلاء بالنفس ده من الواحد لو استغله صح، ده افضل حاجه ممكن تعملها في حياتك. بتطلع حاجات
انت مخك بيشتغل. عارفين مش احنا من العبادات المهمة اللي التأمل في خلق الله؟ طب ليه التأمل مفيد؟ عشان بتشغل مخك وقلبك كمان بيشتغل. فانت لما تتأمل بتبدأ جواك يعني تولد، بتبدأ جواك بتتولد أسئلة عن الكون، ازاي وحصل ايه وسبحان الله، وازاي الشجرة خضراء وبتطلع تفاح وشجرة تانية تطلع مش عارف ايه، والسماء والبحر ومش. فانت بتعمل كده مع نفسك. انت تأمل حياتك في وقت الوحدة، تأمل حياتك، اعمل زوم اوت، فكر طب انا ماشي صح؟ طب انا ولا ملهي وشغالة على الاوتو بايلوت؟ فانا اللي هو شغال في حياتي سبكونشسلي باللاوعي، اللي هو متعود على روتين كل يوم بعمله خلاص. فانت ممكن تبقى محطوط زي ما بيقولوا على الاوتو بايلوت. الاوتو بايلوت ده اللي هو انت شغال كل يوم على الروتين من غير ما تركز. فاختلاقك بنفسك وقعدتك مع نفسك دي هتضيف لك كتير قوي. انت هتبدا تشوف كل حاجه بتعملها في حياتك بتنعكس ازاي على حياتك. معاملاتك مع الناس، طب انا بعامل اهلي كويس؟ محدش فينا ملاك، اوكي. طب انا بعامل صحابي كويس؟ طب انا لما زعلت فلان مني، طب انا لما زعلت كذا مني، مين كان يا ترى غلطان؟ هل انا كنت عندي الايجو عالي شويه؟ هل انا كنت مش عارف ايه؟ طب انا لما الفرصه الفلانيه ضاعت مني، ضاعت ليه؟ هل ضاعت عشان هي مش نصيب بس، ولا كانت محتاجه مني مجهود شويه؟ فانك تقعد مع نفسك وتبقى في وحده، ده اهم حاجه في الدنيا. الوحده من أرقى وأحلى الحاجات اللي ممكن ربنا ينعم عليك بيها. إنك تحب الوحدة ده شيء عظيم، ودي نعمة من ربنا ليك. في ناس بتخاف من الوحدة، لو خفت من إنك تبقى وحيد كده في حاجة، في مشكلة، يبقى أنت بتهرب من شيء معين. على فكرة لما واحد بيخرج من تجربة سيئة، تجربة علاقات سيئة، تجربة مثلا حلم ضاع منه، بيقولك ايه؟ الهي نفسك، خلي الناس حواليك، اخرج كل يوم، روح اعمل رياضة، روح اشغل يومك. لانك لو قعدت مع نفسك دماغك هتشتغل في الموضوع اللي انت مش حابه. فلو انت طول حياتك عايز تهرب من الوحدة، يبقى اهرب، لا واجه. احيانا الهروب بيبقى كويس من ان انت تعرض نفسك بالصدمة للتفكير في شيء معين بيأذيك، ولكن لفترة معينة. كل شيء ببالانس، كل شيء بمقدار كويس. فانت لو طول حياتك بتهرب من الوحدة وخايف منها، يبقى كده في شيء مش صح. لازم تواجه نفسك. اقعد مع نفسك كده، والله العظيم اقعد معاها وواجهها، وشوف هي عايزة تقولك ايه. لنفسك عليك حق، زي ما بتقعد مع الناس وبتحاول تحل مشاكلهم وبتحاول تشوف ايه الصح هنا وايه الغلط هنا وبلا بلا بلا. اقعد مع نفسك محتاجة انك تقعد معاها. والله العظيم في فرق بين ان انت تبقى موجود وتبقى عايش. عايش دي معناها ان روحك عايشة، انك واعي لكل حاجة بتعملها، كأنك تبقى موجود. طب ما كلنا موجودين، مجرد انك تصحى من النوم، مجرد انك نايم، انت مكانك كده معزز مكرم، انت موجود. لكن انك تبقى عايش ده شيء مختلف. فزي ما حكيت لكم قصة الجامعة، فانا اول ما دخلت الجامعة كنت نقمة، مش هضحك عليكم. ليه انا مش عايشين في القاهرة؟ طب ما كنا نعيش في القاهرة وخلاص. ليه انا اهلي عايشين هنا؟ كان زماني مش متغربة، كان زماني مش قاعدة لوحدي. بس بعد فترة لقيت ان قعدتي في القاهرة دي لا، هي ضافت لي، هي خلتني اتعرف على نفسي، خلتني اعرف انا مين، سارة عايزة ايه، سارة ايه اللي الوحدة اللي انا قعدت فيها او اللي كنت بقعد فيها from time to time ضافت لي، خلتني اتعرف على نفسي وعلى حياتي وعلى مخي وعلى قلبي وعلى حاجات كتير قوي. كنت ساعات ايام مخصصة في الاسبوع احب اقول ده يومي، اليوم ده انا هقعد فيه مع نفسي. تقعد تعملي ايه؟ هقعد اكتب حاجات انا عايزة اعملها، هقعد اشوف انا كنت بعمل ايه الفترة اللي فاتت صح، كنت بعمل ايه غلط. بقيت استنى الايام اللي ابقى فيها وحيده ليترلي، ولو حد جه يخرب عليا الموضوع ده بحس انه بتضايق. ساعات ببقى مقريفه لما بيطلع لي مثلا مشوار فجاه، حتى مع ناس بحبها، مش انا مش متضايقه من الناس، بس انا اللي هو انا كنت عايزه اقعد لوحدي النهارده. ساعات بحس كده. ده مش ان انا بيتوتيه او ان انا عندي توحد، لا، بس ببقى محتاجه للوحده دي from time to time. بحس ان انا بفصل عن العالم كله، كاني بعمل بجد ميوت لكل الدنيا، كل حاجه. واحيانا بقفل موبايلي في الوقت ده
عشان ببقى مش عايزه اي حاجه تديستراكت مي وتخليني مشتته عن اللي انا عايزه افكر فيه. ساعات ببقى حاسه ان انا يعني الايام اللي انا بنزل فيها كتير بروح الشغل وبرجع وبروح الجيم ومش عارف بقابل اهلي وبقابل صحابي بقى كذا يوم ورا بعض، بحس ان انا منهكه نفسيا. ايه بقى، اقعدي شويه، ببقى عايزه اقعد مع نفسي بجد. فانت لازم تتحلى بالصفه دي، انك تبقى بتحب تقعد مع نفسك وبتحب تواجه نفسك عشان تعمل زوم اوت من حياتك، وكل حاجه في حياتك تعمل لها ريفليكشن عشان تعرف هل انت ماشي صح ولا انت ماشي على الاوتو بايلوت ومقضيها روتين وخلاص. فكر انك لازم تعيش حياتك، مش بس تبقى موجود زيك زي اي حاجه. بعد ما كانت الوحده بالنسبه لي تهديد وشيء بيديني شعور بالوحشه او بالوحشه، بقى شعور امان وسلام واطمئنان. literally ده اقدر اوصفه بكده. احلى شعور ممكن احسه بجد. حابه احس انه انا بس عايزه نفسي، عايزه افكر، مش عايزه حد يشغلني عن التفكير. ببقى محتاجه الوحده، مش مجبره عليها، بس انا اجبرت عليها في الاول، دلوقتي بقيت حباها. وده يطلعنا لدرس مستفاد، وهو ايه؟ انه احيانا بنتجبر على اوضاع معينه في حياتنا، قضاء وقدر، وانت دورك لتخلي الموضوع ده شيء وحش في حياتك وبتنقم عليه كل يوم، بتعيط عليه كل يوم، يا اما تحاول تفهمه وتحاول تطلع منه بحاجه كويسه. ان كل شيء في حياتنا ابتلاء، اكيد في حاجه كويسه، اكيد. طب اقول لكم حاجه احلى، يعني هحيد عن موضوع الوحده شويه. مثلا انا لما جالي سكر، انا كنت في صدمه، كنت في دينايل، كنت في انكار دايما، وهعمل ايه وازاي وانا وما بعرفش اخد حقنه لوحدي، وازاي احسب الاكل وازاي احسب الدنيا. حصل وبيحصل لحد دلوقتي. ولكن مره قعدت مع نفسي كده، قلت طيب ما تخلينا نشوف ايه الحاجات الكويسه. حسنات ببلاش، اوكي، هبقى عارفه جسمي ومحافظه عليه وعارفه كل حاجه بتدخله هتعمل فيه ايه وهتاثر في ايه. هبقى فاهمه انواع الاكل، هبقى هقدر افيد الناس، هقدر مش عارف ايه. بدات اطلع الايجابيات بتاعه الموضوع، وده كان قضاء وقدر. انا مش السبب في ده ابتلاء وجه، فاهمين؟ فانا بقول لكم بدايه من موضوع ان انا سافرت لوحدي لحد عيد الشر عليكم، السكر، الامراض، الفقد، اي حاجه في الدنيا في اولها بتبقى وحشه، ولكن لو اضطرينا ان احنا نتعود عليها هنطلع منها حاجه كويسه. بس ده كل الموضوع. فصدقوني الوحده فيها جمال، لو انت مجربتوش صدقني انت بتفقد كتير. الوحده ليها هاله وجمال كده جميل بجد، حلو بجد. وساعات انا بشتاق لده. هرجع دي 5 مرة اقول لكم انا ساعات بشتاق ان انا اقعد لوحدي لو كنت في دوشه وقاعده اتعودت. ولكن ده مش معناه ان انا بقيت متوحده وقاعده لوحدي 24 ساعه ومش عايزه اشوف حد ومش عايزه اكلم حد. زي ما قلت لكم كل حاجه في الحياه بالانس، الوسطيه. ديننا دين وسط، لا ابقى اجتماعيه زياده وابقى غير مكترثه وغير مهتمه بنفسي وبحياتي، ومش ما عنديش دماغ شغاله كده بالاوتو بايلوت، ولا ان انا ابقى متوحده 24 ساعه قاعده ماسكه الكتاب، قاعده بخطط كل حاجه بالدقيق وبالملي، وماسكه بتفرج على حاجه معينه، بسمع حاجه معينه، ولما حد يكلمني احس ان انا لا مش عايزه اقعد مع الناس. لا ده كده توحد، والتاني كده اوفر سوشيال بيرسون بتكون. كل حاجه بالبالانس حلوه. وبس عايزاكم بقى تقولي رايكم في موضوع الوحده ده. فعلا انتوا جربتوا زيي وحابين فكره ان انتوا تبقوا احيانا لوحدكم، مش احيانا، from time to time، من وقت لوقت تختاروا ان انتوا تكونوا لوحدكم بعد ما كنتوا مجبرين، او حتى انتوا المنتاليتي دي عندكم من غير ما تكونوا مجبرين فيها وسط بيت اهلكم او وسط بيت جوزك او ايا كان. بس دي حلقه النهارده، اتمنى يا رب تكون عجبتكم، وهي من قلبي جدا جدا. لا حضرت سكريبت ولا حضرت حاجه، هي من قلبي ليكم عشان حسيت ان انا نفسي اتكلم في الموضوع ده. وبس اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست لاتيه على الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح.